انتوا عارفين انه بغلطة واحدة كتير صغيرة بطريقتكم لاستخدام كريم العين ممكن تسبب لكم خطوط رفيعة تحت العين، واللي هي انكم تستخدموا الكريم على بشرة جافة. لما بتستخدموه على جلد جاف الكريم بيمتص الرطوبة من الجلد وبالتالي بسبب جفاف وخطوط رفيعة. اغلبنا يمكن لاحظ قد ما نستخدم كريمات ومرطبات لتحت العين بتضل المنطقة ناشفة وفيها خطوط، ودايما عطول بيجي في بالنا انه الغلط من المنتج، بس صدقوني مو دايما الغلط من المنتج، الغلط بالاغلب طريقة الاستخدام. ولهيك الحل كتير سهل. اول شي بتندوا بشرتكم بشوية مي، بعدين بتجيبوا اي سيروم هاليرونيك اسيد متوفر عندكم وبتطبطبوا تحت العين لحتى تمتصوا البشرة على طول. بتحبسوا الترطيب بأي كريم عين عندكم. والكمية كمان كتير ضرورية، لما بنستخدم كمية كتير كبيرة الكريم ببلش يملي خطوط ما كانت ظاهرة بالنسبة لإلكم، فبالتالي بتصير ظاهرة مستقبلا وبتلاحظوا انه صار موجود فيه خطوط رفيعة. لهيك الكمية المناسبة نص حبة رز لكل عين، وبتطبطبوا طبطبة. بعمركم لا تشدوا الجلد تحت العين لأنه كتير حساس وكتير رقيق، راح تسببوا له خطوط تحت العين. فحطوا الكمية المناسبة وبلشوا طبطبوا بخفة لحتى تمتصوا البشرة. جربوها وإن شاء الله راح تلاحظوا الفرق.